تدور القصة في عالم يتصارع فيه البشر والشياطين، وتركز على رحلة ضاري جندي الظلام. بعد طرده من جيش مالك الشياطين بسبب عدم كفاءته في السحر، يضطر ضاري للخروج من الحياة التي عاشها عشان يبدأ حياة جديدة. سار في رحلة لا يعرف وجهتها حتى التقى بفتاة يطاردها وحش القرد القوي. يهاجمها ضاري، تدخل وحماها من الهجوم، ودخل في نزال مع القرد الضخم، حيث تلقى ضاري ضربات موجعة. لقد كان جسده في وضعية لا تسمح له بالقتال بسبب العياء والجوع، وفجأة لمح سكينا ملقى على مقروبة منه، التقطه بيده، وما إن هاجم القرد مجددا حتى أغرزه بداخله وتغلب عليه. البنت ردت قائلة: شكرا لك على المساعدة، لقد كنت تقاتل مثل الأبطال الذي طالما حكى لي والدي عنهم. رد قائلا مع نفسه: أليس من المجامل أن نقول على شيطان قاتلك بطل؟ بعدين البنت دي بشرية، لا إذا عرفت إني شيطان أكيد راح أكون في ورطة كبيرة، يستحسن إني أغادر قبل أن تكتشف أمري. بس البنت منعته من الرحيل لأنها عايزة تاخذها معاه لقريتي عشان تشكرها بشكل خاص. هي تسحب وهو يسحب، بيقول: أرجوك اتركيني، أنا لا أريد أن أذهب لأي مكان. البنت بتقول له: تعال معي، أنا عايز أشكرك بشكل خاص، على سبيل المثال راح أعطيك وجبة شهية. ضرير بعدها يتذكر أنه كثير جوعان، دام السالفة فيها أكل أعتقد ما في داعي إني أرفض، وهكذا اصطحبته معها إلى منزل عائلتها، حيث يوقع في قرية صغيرة تدعى لوكس، وأخذت تعرفه على والديها. وعرفنا بعضها أن هذه الفتاة اسمها ماريكا. ضاريل بدأ يفكر في العواقب التي قد يتعرض لها إذا عرفوا أنه شيطان بينهم، وأدرك أن من الآمن أن يكتم هويته الحقيقية ويتصرف على أنه إنسان عادي. عندما سألوه عن سبب قدومه إلى تلك الغابة، رد قائلا: والله الصراحة أنا كنت عايش في مسكن تابع للشركة اللي كنت أشتغل بها، اضطريت أني أخلي السكن بعد أن طردوني من الشغل، والحين ما عاد عندي مكان أسكن فيه. شكله من جد تأثرت العائلة من قصة دار الزائفة، لدرجة أن ماريكا تأثرت حتى البكاء. بتقول لي: صراحة أنت ما تستحق يحصل معك زي كده، لأنك شاب طيب وخطرت بحياتك لإنقاذي. إيش رأيك تعيش معنا بالمنزل؟ إحنا عندنا غرف كثيرة. إيش رأيك يا أبي؟ رد قائلا: والله كلامك صحيح، بعدين دار الشاب يفع، وقريتنا محتاجة المزيد من الأقوياء الذين يستطيعون هزيمة الوحوش. وهكذا بدأ بالفعل ضارر يعيش معهم كفرد من الأسرة، لكنه تفاجأ بوالد ماريكا اللي هو رئيس نقابة المغامر لهذه القرية، وهو بارع في استعمال السحر. يقول لها أنه يريده أن يصبح مغامر، ويشرح لها بأن على المغامر التسجيل في النقابة ويوكل بمهام زي صيد الوحوش وجمع الأعشاب وأشياء زي دي. ضارر شعر أنه مش قد مهام زي دي، وبيحاول التهرب، وأردف قائلا: يعني ما فيش مهام أخرى سهلة غير دي؟ رد قائلا بجدية: لا خوفا عليك طالما تملك بنية جسدية زي دي. وثم أعطاه ورقة التسجيل على أن يسجل فيها عن طريق طقوس معينة. ضاري شعر بالذعر، بيقول مع نفسه: يا رب ايش دي الورطة، أنا عارف أن هذه الطقوس بس البشر اللي يمكن التسجيل في نقابة بنجاح، أنا أكيد راح أفشل وراح أرجع ملفوف بذمضات زي اللي قبلي. ثم بدأ يتظاهر بأنه يشعر بألم شديد في ظهره. أراد أن يطبق هذه الحيلة عشان يهرب قبل أن يكتشف أنه شيطان، ولكن لم تضبط معه. ماريكا تمسك به بقوة، وأبوها بدأ يؤدي طقوس التسجيل. كل هذا ودار قلبه يخفق بقوة من شدة الخوف، ولكن المفاجأة أن العقد تم إتمامه بنجاح دون مشاكل. ضارر مش مصدق أن العقد تم بنجاح رغم أنه ليس بشري. وثم بدأ بعد ذلك والد ماريكا يعلم ضارر كيف يستخدم السحر. في البداية أخذ يعلم كيف يولد الهالة السحرية، لقد نجح مع أول تجربة. ثم أخذ يختبر نوع سحرها الهجومي والدفاعي. لقد بدأ أول اختبار بحمل السيف، رغم أنها المرة الأولى التي يحمل بها ضارر السيف، إلا أنه بطل الغصن بلمح البصر، جعل الرجل مستغربا ومندهشا في نفس الوقت. ثم المرحلة الثانية وهي التصويب بالسهم، يصاب نحو التفاحة بسهم وبرضه قلب المكان. يا الله، الرجل مش مصدق عينيه، لقد أبلى ضارر أداء غير متوقع، جعل والد ماريكا مصدوما لدرجة أنه كاد أن يغمى عليه. وثم يدخل في آخر مرحلة والتي كانت الدفاع، ويقتضي عليه التصدي لتلك المطرقة الحديدية بلوحة خشبية صغيرة. يقوم بالهجوم بكل ما أوتي من قوة، ولكن برضو محاولته باءت بالفشل. يا عيني، المطرقة تحطمت وداير لم يهتز من مكانه حتى. هو مش مصدق أنها بكل القوة دي. بينتهي التدريب والرجل ما زال يشعر بالدهشة من أداء داير. يقول أن هذه أول مرة يرى شخصا بمثل قوته، وأن من العيب أن يبقى واحد بمستواه في قرية زي دي. يقول يستحسن أنه ينضم إلى نقابة السنتر التي يحلم كل مغامر بالانضمام إليها، أي أنه مؤهل بشكل كبير للالتحاق بها. داير أردف قائل مع نفسه: واحد مثلي أنا ينضم إلى مكان يحلم به الجميع؟ إلا أنه رفض بالنهاية، وأراد البقاء في قرية لوكس، وذلك حتى يساعدهم كما ساعدوه ويجعله يستقر بينهم. لقد فرحت ماريكا بهذا كثيرا. المهم، بعد تتلقى النقابة تقرير عن وحش القرد الميت في الغابة الذي أطاح به دارين. والد ماريكا أردف قائلا: هل رأيت نتيجة تكاسلك يا جيسيتا أثناء العمل؟ لقد تكاسلت حتى قام داريل بمطاردة وحش القرد بدلا منك. جيسيتا ينظر إلى داريل بحقد وكره. المهمة التالية التي كان سيتولاها هي قطف الأعشاب الطبية، إلا أنه اختار مهمة مطاردة وحش الأنتراشيك، وترك إلى داريل قطف الأعشاب الطبية. بالفعل خرج داريل مع الآنسة ماريكا، وبدأوا في السير في اتجاه الغابة لقطف الأعشاب الطبية. وبعد طريق شاق من السير والتسلق، لقد وصلوا أخيرا إلى أعماق الغابة.
حيث بدأوا على الفور بقذف الأعشاب الطبية، وأثناء ذلك شاهدا نزالا غريبا بين الغزالة ومخلوق الانتراشيك، ويخرج كل منهما سلاحه. ماريكا أشارت إليه بالهجوم، وينطلق كل منهما وينقضون عليهم، وينتقل المشهد مباشرة ونشاهد تجمع الأهالي في ظهور كبير حول الغزالة ووحش الانتراشيك. ماريكا تعلن للكل بأن ضارير هو الذي قام بمطاردتهم. لقد تم سرقة هدف جاشيتا هذه المرة أيضا. غادر كرها أشد من قبله، ثم ألقى بالورقة وغادر غاضبا. وفي يوم جديد نشاهد جاشيتا وهو يخرج من النقابة وبيده مهمة جديدة. سرعان ما شاهد ضارير تحول تعابير وجهه إلى الكره والحقد. والد ماريكا بيقول إلى ضارير أن جاشيتا خارج عن السيطرة، وهذا بسبب أن ضارير أصبح يسرق كل أهدافه. بيقول أنا خايف عليها المرة دي لأنها خاد مهمة صعبة جدا، وهي مطاردة وحش من منجل الموت، فهو غير مؤهل بتاتا للخضوع في مهمة مثلها. يسمح فقط إلى المغامرين الذين فوق مرتبة إس تلقي مهمة مطاردة وحش منجل الموت. هذا يعني بأنه سيقابل خطرا كبيرا جدا. ضارير أردف قائلا إذا علي اللحاق به إلى هناك قبل أن يصيبه مكروها. ماريكا ردت قائلة أنا سأرافقك أيضا. ضارير لا داعي لذلك لأن هذه مهمة تخص المغامرين الأقوياء فحسب، ويستحسن أنك تبقين هنا. ماريكا حسنا إذا كان الأمر هكذا إذا خذ معك هذا الطريق للسم لأنك قد تحتاجه. وثم غادر ضارير، وفور وصوله إلى المنطقة المقصودة تفاجأ أن وحش منجل الموت يطارد جاشيتا وكان يهرب مثل الجبناء. ساعتها ضارير بدأ يحاول جر إليه الوحش إلى أنه لم يعبأ به واستمر في مطاردة جاشيتا الذي تشجع قليلا واستخدم السهم. شكله خلاص جاشيتا انتهى. ولكن ضارير يقوم بالقفز عاليا ويخرج سيفه من الغمد ويضرب منجل الموت بقوة حتى تناثرت دماؤه، لكنها لم تكن قاضية. لقد جعلت الوحش يهيج أكثر ويقوم بالهجوم مرة أخرى. ضارير يستخدم السحر الدفاعي ويصد الهجوم بالسيف، لكنه لم يتحمل قوة الهجوم وتحطم. لكن هنا ضارير استخدم ذكاءه ولجأ إلى حيلة أخرى بالهجوم وقضى على وحش منجل الموت أخيرا. واتضح بعد أن جسد جاشيتا تعرض لتسمم وجروح بالغة، لقد كان يبكي خوفا من الموت. ضارير بعدها يعطيه الترياق المضاد للسم الذي أعطته له ماريكا، ثم يضع لها العشبة الطبية على ساقها المصاب عشان يوقف النزيف. كل هذا وجاشيتا الجبان يبكي من الخوف. المهم ينتقل المشهد وتكون ماريكا محضرة مائدة مليئة بالطعام الشهي، وفجأة دخل جاشيتا ورد قائلا مرحبا يا أخي الكبير. والد ماريكا سأل ضارير في تعجب ماذا حصل بينكم أنتم الاثنان؟ أنت متى صرت أخوها؟ عرفنا أن جاشيتا أصبح يحسب ضارير مثل أخوه من وقت ما أنقذ حياته من وحش منجل الموت. ومن منظور آخر يظهرون الجنرالات الأربعة لقد كانوا يشعرون بالاستياء من مخططاتهم الفاشلة للإطاحة بفرقة البطلة. تقترح ضروري إعادة ضارير إليهم لأنه كان يتم أعمال على أكمل وجه. وسرعان ما سمع القائد باسبارزا اسم ضارير استشاط غضبا وقام يوبخ ضروري وأعطاها تحذيرا لا عاد تذكر له سيرة ضارير. وفي ذلك المساء ضارير سأل العمدة في غرابة لما القرية غير مزدهرة بالناس وأغلب البيوت خالية، ثم أخذ يشرح له عن كل شيء يحدث. لقد عرفنا أن هناك منجم ميثريل يقع على مقربة من قرية لوكس، وبما أنها كانت قرية تقع على طريق نقل الميثريل كانت مزدهرة كقرية فندقية. لكن أول ما عرف جيش ملك الشياطين عن أمر منجم الميثريل فرض سلطته للهيمنة عليه، ولكن البشر لم يقبلوا بذلك واختاروا أن يحاربوا جيش ملك الشياطين على أن يستسلموا. حينها اشتدت الصراعات وبالنهاية فرض جيش ملك الشياطين انتصاره وجعلهم يستسلمون ويتخلون عن منجم الميثريل. ومن ذلك الحين تدهورت حالة قرية لوكس. المهم يتضح لنا بعدها أن ضارير كان يعمل في نفس ذلك المنجم. في ذلك المساء لم يغفله جفنا بالتفكير ويحاور نفسه قائلا صراحة صار لي مدة كبيرة ما رحت إلى منجم الميثريل. نعم راح أمشي وراح أزور مكان شغلي السابق منه أطمئن على أحوال العمال وكيف تجري أوضاع الشغل هناك. بالفعل في اليوم التالي أخذ ضارير يسير في اتجاه منجم الميثريل، وفور وصوله أردف قائلا مخاطبا نفسه يا ريت أقدر أجلب معي بعض من حجر الميثريل علشان أقدر أفيد به قرية لوكس. ثم بدأ يفكر في خطة حتى يتمكن من التسلل إلى الداخل دون أن يكتشف حراس أمره، وفعلا لقد كانت حيلة التسلل عبر الصندوق ناجحة. المهم بعدها اندس إلى داخل الكهف، بدأ يخطو وينادي بصوت مرتفع. فجأة ظهر فوجا كبيرا من العمال، لقد كانت أشكالهم غريبة مثل الأقزام ويطلق عليهم المنقبين. تخيلوا كمية الفرح عندما رأوا قائدهم السابق ضارير. ردة فعلهم كانت قوية للغاية ونهلوا عليه جميعا وأخذوا يعانقوا بشدة. المهم ضارير سلم عليهم وسألهم عن أحوالهم وكل شيء، وثم بدأوا يخبرون عن معاناتهم بعد أن تولى قائد جديد إدارة المنجم إنه يضاعف عليهم العمل من أجل توفير أكبر قدر ممكن من حجر الميثريل. هي له من قائد خبيث، وماذا تنتظر من واحد قد تم تعيينه من طرف باسبارزا ليتولى إدارة شؤون المنجم. المهم بعدها يدخل القائد الجديد مع جنوده علشان يأخذون حجر الميثريل، ثم أخذ يوبخهم قائلا هل هذه كمية كافية في نظركم؟ وثم أردف هل أنتم متأكدون أنكم لم تتكاسلوا في أعمالكم أيتها القمامة؟ ثم نطق فرد من المنقبين قائلا معاتبا إياه أنت تطلب منا 4 أضعاف هذه الكمية، هل هذا معقول في نظرك؟ وثم رفع يده وحذره بطلقة سحرية قوية وأردف قائلا لا تتحدث معي وكأنك من مستواي. وثم استدار بظهر المغادرة وأردف قائلا إذا لم تكن الكمية المطلوبة جاهزة بحلول الغد
استعدوا للعواقب الوخيمة. وما إن غادر حتى قام فرد من المنقبين بتوجيه له ضربة مؤلمة بالمجرفة، لقد طفح به الكيل، وثم رفعوا كلهم أصواتهم يطالبون بالحرية. هنا الخبيث لجأ لاستخدام العنف وأمر جنوده بالقضاء على المنقبين الذين يتحدثون عن حقوقهم يكونوا عبرة لغيرهم. وبالفعل بدأ أحد الجنود بقراءة الطلامس ويستدعي التعويذ لشن الهجوم، وما إن انتهى حتى ألقى عليه ضرر المجرفة وقاطع هجومه. استغرب كل الجنود ولم يفهموا شيئا مما حدث. بعدها ضرر يندفع نحوهم مرة واحدة وقام بالسحب مع 2 من المنقبين الذين كانوا سيقعون ضحية. هذه المرة داري قرر أن يقاتل بوجه غير مكشوف. لقد كان القائد الشرير يتهم ضرر بأنه هو الذي قام بتحريض المنقبين. بعدها يأمر جنوده بالقضاء على ضرر الذي لم يكن يريد أن يؤذي هؤلاء الجنود، وقرر أن يهزمهم دون أن يخرج السيف من الغمدة. وقرروا أن يحاربوا بجانب ضرر، لكن سرعان ما قام جندي بركل أحد المنقبين مع أنه كان بإمكانه أن يقضي عليه باستخدام السحر، وهذا جعل ضرر يستنتج أن هؤلاء المحاربين يحاربون كجنود ولا يحاربون كقتل. ورد قائلا مع نفسه: ربما تصل كلماتي إليهم. وأردف قائلا بصوت عالي يخبرهم بأنهم إذا قتلوا غير المقاتلين عندها سيكونون قتلة وليس محاربين. وما انتهى من كلامه حتى قاطعوا القائد الشرير بهجومه، وأردف قائلا: لا تصغوا إليه فهو يحاول خداعكم فحسب، وأي شخص يفكر أن يستمع له سأحوله إلى رماد بسحر. وبعدها بدأوا يستخدمون شوية طقوس سحرية ملهاش أي 30 لازمة. ضارر بدوره يستغل الوضع الذي هم فيه وانقض عليهم بالهجوم، ولم يفسح للخصم أي مجال للرد الهجوم. استمر هكذا حتى أطاح بهم كلهم. ضب الرعب والخوف في قلب القائد الشرير، رغم ذلك حاول الهجوم لكن ضارر لم يفسح له مجال وانقض عليه. والأخير تخيلوا أن الجبل بدأ يبكي ويترجى ضارر حتى يبقى على حياته، وردف قائلا: أرجوك نمش مقاتل ولا أنتمي إلى جيش مالك الشياطين. كل ما في الأمر أن التقيت قائد الجنرالات الأربعة باسبارزا بالصدفة في حفل الرقص وأصبحنا صديقين، ثم عينني كقائد. أرجوك توسل إليه، ثم إذا قضيت على شخص ليس محارب ستفقد شرفك. يا ابن اللعيبة، ضارل بيقول لو كنت فعلا تفهم المشاعر دي ما كنت أمرت جنودك علشان يقضوا على المنقبين. بعدها يقوم بحلاقة رأسه بسيفه، لقد أصبح شكله مضحكا حقا. وأردف قائلا: غادر الآن وأخبرهم بأن المنجم مخيف ولا تستطيع أن تعمل فيه. وثم هرب مثل الفأر، وأخبر الجنود أن عليهم أيضا أن يعودوا إلى منازلهم بما أن قائدهم هرب. وهكذا تم تحرير منجم المتري من تحت رحمة ذلك القائد الشرير. ومن بعدها رجع ضاري إلى قرية لوك وأخبر والد ماريكا أن تم تحرير منجم المتريل. الرجل اندهش، وثم رد داري قائلا: أرجوك يا سيدي نريد أن نحمي المنقبين. رد الرجل قائلا: لكن المنقبين لقد كانوا يخدمون جيش ملك الشيطان لفترة طويلة. ضاري: أرجوك يا سيدي. رد قائلا: حسنا، سنناقش النقابة الرئيسية بما يجب قيام به من أجله. ضاري بيفرح جدا. المهم بعدها ابتهجت العديد من المناطق. أما المنقبين لقد تم تعيينهم كمرشدين بما أنهم يعرفون كل شبر في منجم المتريل. لقد ازدهرت بعد ذلك قرية لوكس واستقطبت العديد من السكان الجدد. وإلى اللقاء في مقطع